السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جايبة لكم كنز من كنوز جليلة. المكان ده يا بنات في باب الخلق. حاجات حلوة قوي قوي قوي، أسعار حلوة جدا. كل الحاجات اللي عنده يا إما ب20 يا إما ب10 يا إما ب30 يا إما ب50. كل الحاجات اللي عنده أسعار موحدة. حاجته جميلة قوي وكل حاجة كاتب عليها سعرها. المحل ده جنب مديرية الأمن اللي في باب الخل. هي منطقة على فكرة مشهورة إن هي بتبيع كل الأدوات المنزلية وكل الحاجات اللي خاصة بالمطابخ. عنده بقى ألمونيوم وعنده سلستين وعنده صاج وعنده ميلامين وعنده بلاستيكات وعنده كل ما يخص المطبخ. مش قادرة اقول لكم حاجاته قد ايه جميلة، وعنده اطقم سكاكين ومعالق وشوك وعنده حبل غسيل وعنده فوط مطبخ. كل حاجة كل ما يخص المطابخ هي موجودة عنده. حاجاته حلوة، اسعاره جميلة، ارخص من بره بكتير. وهو مريح نفسه، مريح العميل او الزبون اللي بيعدي عليه ان كل حاجة عنده سعرها موحد. وده افضل حاجة بدل ما يقعد يناهد ويقعد يتكلم كتير مع الناس. لان بسم الله ما شاء الله اللهم بارك المحل عليه اقبال جامد قوي بسم الله ما شاء الله. لان هو اسعاره كلها موحده، يعني ما بيبيعش على حسب الزبون. كل شاب من الشباب اللي عنده واقفين على ريون. ده اعتقد ان ده كان ب10 جنيه، اي حاجه عنده ب10 جنيه. تخيلوا اي حاجه موجوده على الريون ده ب10 جنيه. سكاكين بقى، طقم اللي هو اللي احنا بنعمل بيه الحلل اللي هي الالومنيوم، مش الالومنيوم، الحلل التيفال والحلل اللي هي الجرانيت. طبعا عشان ما تتجرحش عنده الطقم بتاعه ده. الطقم ده ممكن تجمعي 4 قطع، الأربعة دول ب40 جنيه. تخيلوا يا بنات. عنده فوط مطبخ الأربعة ب40 جنيه، يعني الواحدة ب10 جنيه. عنده الحاجات بقى اللي هي بتاعة العجين، المعجنات، يعني أي واحدة عندها مشروع اللي هي بتعمل بقى في الفطير المشلتت، واللي مثلا واحدة بتعمل الكرواسون والحاجات دي والباتيهات والكلام ده في البيت. واحدة عاملة كاترينج مثلا، معجنات شاطرة جدا كده، فهي بتاخد الحاجات دي من عنده. شايفين الاطباق الجميلة دي وشايفين الجمال ده. كل حاجة هنا ب10 جنيه. هو طبعا الأسعار دي ده بعد التخفيض طبعا. هو أو الستة مثلا ب60 جنيه، الخمسة ب50 جنيه. أي كان طبق من الميلامين دول ب10 جنيه. أي صينية، أي مصفى، أو أي علبة، أو أي حلة بلاستيك، أو أي حاجة من دي بتوع التلاجة، القطعة ب10 جنيه. في ريون تاني كل حاجة عنده ب20 جنيه. حاجات حلوة، مساحات، مقشات. بصوا بتاعة الكب كيك. بص الطقم ده كله ب140 جنيه. البراد ب140 جنيه. عنده حاجات هايلة، حاجات جميلة. عنده طقم كنك ب140 جنيه. أسعاره حلوة في متناول الإيدين. مش غالية خالص. وتقريبا هو بسم الله ما شاء الله بيحرق الأسعار. بيبيع أقل من السوق بطريقة مش طبيعية. بيبيع كمان طقم التوابل ب140 جنيه. البراد زي ما انتم شايفين كده سلستين ب200. أعلى حاجة عنده 250 جنيه تقريبا، والله أعلم. هتلاقوا لبانة اللي هي الجرانيت، وممكن كمان طقم توزيع سيليكون حلو جدا. بره بيتباع غالي، هو عنده رخيص قوي. عنده حاجات تعتبر يعني اي عروسه بتجهز مش هتغلب. هتجيب كل حاجه من عنده، هتدخل المحل ده اسمه علاء الدين. هتدخل المحل ده هتخرج شارية كل حاجة. محل جميل، حاجاته حلوة، حاجاته كتيرة ومتوفرة. كل الخامات اللي عنده، كل الجودة اللي عنده. على فكرة عنده الحاجات اللي هي بتاعت الكب كيك، القوالي بتاعت الكب كيك. تخيلوا عنده ألومنيوم وعنده سيليكون وعنده سلستين. كل الأنواع اللي عنده متوفرة. وكمان عنده تخيلوا الجرانيت. كل حاجة عنده ليها سعر. وكل حاجة عنده كذا حاجه. يعني الكب كيك تلاقي عنده السلستين، تلاقي عنده الالومنيوم، تلاقي عنده السيليكون، تلاقي عنده الجرانيت. مفيش حاجه مش هتلاقوها. السكينه دي العريضه دي ب20 جنيه. ما شاء الله حاميه جدا وعاليه قوي، جوده عاليه قوي. لونها لا بيغير ولا بيتاثر. قطعه البيتزا ب20 جنيه، قطعه الفطير ب20 جنيه، الكنكه الكبيره ب20 جنيه. المضرب بالسلك اللي هو السلستين ب20 جنيه، في الايد الملونه والبلاستيك، وفي عنده الايد المعدن، وفي عنده الايد السلستين. كل حاجة عنده في الريون ده ب20 جنيه. يبقى هو عنده ب10 وعنده ب20 وعنده ب30. عنده كمان الأزايز اللي هي بتاعة المية، والأزايز اللي انت بتحط فيها مثلا زيت، معمولة للزيت ومعمولة للخل. الحاجات اللي هي بتبقى خاصة برضو بالمطبخ، وفي حاجات خاصة بالتلاجة. عنده الحاجات الخاصة بالتواليت، مثلا سلكات، وعنده مساحات، وعنده شرشوبة بالجردل. كل حاجة كل حاجة عنده متوفرة. بصراحة أنا مبسوطة من المحل ده. إن أنا
شفتوا ان انا اتعاملت معاهم واسعارهم حلوه وكل حاجه عنده متوفره. عنده صواني الصواني اللي هي بتاعت مثلا كوبايتين صغيرين او فنجانين قهوه او فنجانين شاي، حاجات كده. مثلا عندك ضيفه فرد لوحده مثلا، بتقدمي حاجه واحده مع مثلا مع كوبايه الشاي مثلا او كوبايه العصير كوبايه الميه، فهي حاجه بتاخد حاجتين صغيرين بس. عنده الفرشه اللي انت بتدهني بيها السمن، بدل مثلا ما بتستهلكي بالمعلقه، لا بسيطه قوي لما بتعملي رقاق او جلاش او اي حاجه. على فكره كل الحاجه اللي عنده دي ب 30 جنيه. تخيلوا مثلا المقص ده حلو قوي، خامته حلو قوي، اي نوع عنده ب 30. عنده كمان طقم توزيع الناحيه التانية حلو قوي ب 30 جنيه. عنده حاجات 3 مثلا مصافي حلوين جدا ب 30 جنيه. عنده الجوانتي السيليكون برضو ب 30 جنيه. عنده الشياطه الاصليه ب 30 جنيه، الشياطه اللي هي بتتحط تحت حله الرز عشان الرز ما يشدش معاكم. يا بنات كل حاجه عنده جميله قوي. وعلى فكره دي فوطه البيج دي، على فكرة حاجاته حلوة قوي وأسعاره حلوة قوي. طقم المعالق الستة ب30 جنيه، يعني المعلقة ب5 جنيه. شايفين السكاكين السيليكون دي برضو ب30 جنيه. كل حاجة عنده حلوة، كل حاجة أسعاره جميلة. عنده 6 كوبايات قهوة ب30 جنيه، وعنده 6 كوبايات اللي هم الأصغر من القهوة، أنا مش عارفة بيقولوا عليها إيه، برضو ب30 جنيه. شايفين العلب دي أي علبة فيهم ب10 جنيه، المقاس ده كل ده ب10 جنيه، الأكبر ب20، الكبيرة خالص ب30. عنده الفرشة اللي هي او الريشة اللي بتلمعوا بيها الموبيليا او اللي بتشيل التراب عامة من اي مكان. عنده سلك مواعين اللي هي السلكة المستوردة الحلوة دي. عنده كل حاجة، 10 15 20 30. وفي حاجات كمان ب25 جنيه. عنده صفاية، طقم صفايات كله ب25 جنيه. عايزة اقول لكم ان المحل ده حلو قوي، اسعاره حلوة، منتجاته جميلة. كل الرفاعي اللي تخص ست البيت او البنات اللي بيجهز او اي حد بيفكر يعني مثلا ينقل في مكان تاني وعايز يجدد مطبخه بارخص مما يكون، هتقدري تجمعي كل حاجة من المكان ده، من المحل ده، من المنطقة دي. احلى حاجة هتلاقوها في المكان اللي انا بقول لكم عليه ده اللي هو في باب الخلق. واحلى حاجة عندهم اللي هي في درب سعادة. محلات كتير على فكرة. في الشماعات دي الستة ب30 جنيه. عايزه اقول لكم ان كل حاجه عنده متوفره وكل حاجه عنده جميله وكل حاجه اسعارها حلوه. عايزاكم تروحوا المكان وعايزاكم تروحوا الشارع عامه، في كل حاجه. عنده مشابك وحبال وعنده فوط وعنده ليفه وعنده كوبايات ومجات وشماعات، كل حاجه، ومقصات ومعالق وشوك وسكاكين، وعنده براد وعنده كل شيء تتوقعوه. اي حاجه خاصه بالمطبخ، كنك، برادات، اي حاجه خاصه بالمطبخ بتلاقوها. يا ريت اكون فدتكم. المكان ده المحل اللي بالظبط تالت محل من اول ما تدخلوا من الشارع بتاع باب الخلق، محل اللي على ايديكم اليمين، بعد حراس بخطوتين 3 كده. يا رب يكون فدتكم. محل كل حاجاته حلوة وجميلة. ويا رب يا رب يا رب يكونوا استفدتوا من الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله أفيدكم في فيديوهات تانية. ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام عليكم.